يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعد. النهارده قلت اتكلم معاكم شويه وندردش سوا بدل ما انا كل مره بنزل لكم الموسيقى. هنا هندخل اوضه البنات. الاوضه هنا في بدايتها طبعا باينه ان هي نظيفه، لكن انا طبعا هوريكم ان هي كانت ايه قبل ما انضفها. هنا اوضه البنات مقسومه نصين بباب واحد، بمعنى ان كل جزء فيها ليه الشباك بتاعه او ليها البلكونه بتاعتها، ففي الاخر هي اكنها اوضتين في اوضه واحده. فكل بنت ليها المكان بتاعها بكل امكانياته، عندها السرير بالمكتب بالالعاب بتاعتها، والسراحة والدولاب هنا مشتركين. فبالتالي يوميا كل واحدة تقوم تساوي اوضتها وتنظمها اكن كل واحدة ليها الغرفة بتاعتها، بس الاتنين بباب واحد. عندنا هنا واحدة ليها شباك، واحدة ليها بلكونة، الاتنين بيطلوا على نفس المكان. وعندنا برضو احلى حاجة ان الشباك مع البلكونة بيعمل تيار هوا ما شاء الله جميل جدا في الأوضة. ولو لاحظنا هنا ان احنا كل شوية نغير وضع الموبيليا، يعني مرة تحط المكتب كده، مرة نحط لها السرير بالوضع ده، مرة نحط لها الكومود بوضع تاني. فبالتالي بتبقى كل فترة بنغير في نظام الأوضة. هما بيحسوا ان هما لما يغيروا نظام الأوضة ان هما برضو بتفتح نفسهم اكتر من الأول. هنا لازم يوميا نقوم نفتح الشباك ونفتح البلكونة وتهوي وتنظف، وبعدين على اخر النهار على المغرب بنقفل، لان عندنا ما شاء الله الشمس طول النهار عندنا في الغرفة، والأوضة تهويتها ما شاء الله جميلة جدا. فهنا هي كانت مرة حاطة الكومود جنب السرير، قالت لا لما اشيله نحط هنا المكتب. المهم في الاخر اهم حاجة عندي ان هي تكون منظمة حاجتها، وقبل ما اساوي الأوضة من على الوش كده تكون مسوية الدولاب بتاعها او مسوية الكومود او مسوية السراحة. المهم الحاجات الداخلي هي اللي بتكون منظمة الاول، وبعدين نقبل ننظم الأوضة نفسها. طبعا عندنا النمل، لان عندنا المنطقة هنا فيها جناين تحت، فتلاقي النمل على طول في كل مكان عندنا. حتى لو الأوضة نظيفة فما فيش حاجة بقى اسمها معطرات، بقى احنا هنا بنرش النمل علشان يعني نخفف عنه شوية. طول النهار عندنا بيتمشى كده معانا في البيت مهما كنا منظفين، فما بينفعش معاه الا ان احنا نرش جميع الأماكن، يعني علشان ما يجيش النمل عندنا تاني. هنا البلكونة والشباك بيطلوا على جناين من تحت، فعلشان كده تلاقي عندنا النمل كتير. طبعا لازم نقفل السلك ولازم نقفل الستاير على اخر النهار عشان مفيش حاجة تدخل. البلكونة هنا هبوريها لكم مرة تانية. البلكونة ما شاء الله بطول مساحة الغرفة كده بالظبط وعريضة جدا، هبوريها لكم مرة تانية. وهنا ده المدخل بتاع الطرقة اللي هو يدخل على الغرف. في 3 غرف يدخل على الغرف الاول هنا، ونقلنا طبعا النيش بوريهولكوا برضو في فيديو تاني. ده الصغنن بتاعي ده. وهنا المطبخ، اهم حاجة في الدنيا دي ان كل حاجة تكون رايقة، مفيش حاجة تساوي التانية والتانية الحاجة التانية لا. الأوضة هنا العيال مش بيلعبوا فيها، العيال هنا بيجروا فيها من كتر ما مساحتها يعني. في مكتبتين هنا صغيرين حطها لهم برضو، وكل واحدة منظمة بايديها الصغنونة كده ايه سريرها. بس اهم حاجة ان انا بسيبهم ان هم يبهدلوا زي ما هم عايزين، بس اخر النهار تساووا حاجتكم، ولو انتوا خارجين ما تنزلوش الا لما تكون الحاجة منظمة. فبالتالي الأوضة تقريبا مش بتتوسخ قوي يعني. فهنا عندنا الدولاب ده متحرك، بمعنى ان هو مش يعني هو ضرفتين مع بعض، وبعدين ضرفة لوحدها. الضرفة لوحدها دي بتتحرك لوحدها، ممكن تحطيها بالطول بالعرض في مكان تاني، تحطيها زي ما انت عايزة تمشيها في الأوضة تستغليها. برضو هصورها لكم. السراحة هنا اهم حاجة تكون رايقة، طبعا هم صغننين مفيش ميك اب والحاجات دي، هو بس حبة اكسسوارات صغنونة كده بتاعتهم، الفرشة القلم الروج اللي هو زي زبدة الكاكاو وتوكا، لكن بتبقى حاجتهم بسيطة. بس طبعا بيبهدلوها طبعا، بس انا مش بسيبهم ان هم يسيبوها متبهدله كده. هو اهم حاجه زي ما احنا قلنا ما ينزلوش من البيت الا ما تكون الاوضه بتلمع، وما يناموش الا ما تكون الاوضه بتلمع، فبالتالي مش بتتبهدل. عندنا انا بسيبهم طول النهار ان هم يعملوا فيها اللي هم عايزينه، لان ده طبعا طاقه لازم يطلعوها، والطاقه دي هم مش بيخرجوا كتير، فبالتالي هي اهم حاجه الحركه في البيت.
وقعدوا على النت بيبقى بسيط برضو. والدباديب اللي ورا دي مش بتحبها اصلا، بس انا مش لاقيه مكان احطها فيها فحطيناها كده. المكتبه بتاعتها صغيره قوي، تحط عليها وتسند عليها الحاجات اللي هي بتحبها. طبعا التوك لازم تتشال، والاكسسوارات لازم تتشال. كل الحاجات دي لما بتبقى ماشيه كده في الاوضه، الحاجات دي بتبهدل الدنيا. وعلشان تنظمي الاوضه صح لازم كل حاجه تكون ليها مكان مخصص. ما فيش حاجه كده، يعني ما افتحش مثلا الدولاب الاقي، معلش يعني، الاقي البنطلونات لوحدها والاقي البنطلونات مع التيشيرتات لا. هنعمل رف للبنطلونات، رف للتيشيرتات، رف ملابس البيت. فبالتالي هتكون كده الحياه انضف من جوه، احسن من ان انا افتح الدولاب الاقي كل حاجه فوق بعض. وبرضو عندي الاكسسوارات دي مش بحط انا الطوق مع بعض، ما احطش انا الاكسسوارات بتاعتها في دي مع دي، لا كل حاجة لوحدها. بالتالي كل ما يفتحوا حاجة يلاقوا ان هي الحاجات دي كلها منظمة مفيش مرة اقول لهم خدوا الغسيل حطوه مكانه الا لما يكون الدولاب نفسه نضيف. تسوي لي الدولاب وتعالي خدي ايه الهدوم والحاجات بتاعتها. فبالتالي الحاجات دي بتتظبط كده معانا، والحاجات دي بتبقى ايه، تفتحي اي حاجة تلاقيها نظيفة، مفيش ترابايه، مفيش حاجة على الارض، كل ده نضيف. خلصي والعبي وتهني كده باوضتك، بس الدهاني نظيفة كده اخر النهار او انت خارجه. ساعات حتى هما نازلين من المدرسة تقولي يا ماما اتأخرت وبتاع، لا لا، لازم تسوي سريرك الاول، لازم تشيلي هدومك، لازم تشيلي البيجامة. كل الحاجات دي بتعملها في ثواني، خلاص اتعودت عليها. لكن لو هي نازلة وسايبالي الحاجات دي، طبعا عمري ما اخليها تنزل حتى لو هتتأخر. هو ده اللي بيخلي الدنيا منظمة اكتر. نحن اخر النهار كده على النهار نحب نقفل بقى علشان خلاص تبتدي الأوضة تهدى شوية، ويبتدي كمان هما يستعدوا بقى ايه، ان الأوضة برضو يروقوها، عايزين يناموا وفي مذاكرة. لكن طول ما احنا فاتحينها كده طبعا بيجي عليها وقت طبعا وتتبهدل ومش بيهمهم. وتفتكروا برضو ان هما بيسمعوا كلام قوي، لا احنا لازم نمشي وراه. دول اهو، لو تلاحظوا ان هو منظم من جوه، فما ينفعش ان انا اخلي الاوضه نفسها نظيفه واسيب الدولاب مثلا مش نظيف او الادراج. لا، الحاجات دي كلها لازم تتعمل. انا بحب اخليهم يعملوا الحاجه من جوه قبل ما يعملوا الحاجه اللي بره. بص الاوضه بقى كانت عامله ازاي، بص المنظر ده يرضي مين ده؟ طبعا ما ينفعش ان انا اسيب لهم الاوضه بالمنظر ده. عايزين بقى تناموا، عايزين تخرجوا، عايزين اصحابكم، عايزين اي حاجه سووا لي الاوضه، بس مالكوش دعوه باي حاجه تانية. بس الاوضه عامله ازاي. طبعا زي ما احنا قلنا ان الرش ده باستمرار في كل مكان، علشان الحشرات دي. طبعا حشرات الصيف بتبقى ظاهره عند كل واحد، فلازم ان احنا نشيلها على طول. وربنا يهديهم، ربنا يهديهم ويهنيهم بحاجتهم ويفرحوا بحاجتهم ويسعدهم. ربنا يجعل يومكم كله هنا وسعادة.